هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيكم في قناه بيت مارو. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب في القناه اللي لسه ما اشتركش من الزرار الاحمر اللي تحت ايدك دلوقتي، واعملوا لايك للفيديو ده كمان وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. انا بعمل فيديوهات يوميا وعندي بلاي ليست فيها مشروبات، فيها اكلات، فيها نصايح وتجارب، فيها حاجات كتير. واعملوا لايك الفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده هقول لكم طريقه الشيبس البيتي. طريقة الشيبسي البيتي. تمام، هنعمله مع بعض بقى بأسهل الطرق بجد. تمام، وهنعمل مع بعض طريقة بطاطس تانية كده، مقرمشات كده ناكلها في البيت في الوقت الفضا ده، بجد تحفة جدا. تمام، معايا هنا بطاطس، انا مقطعوها شيبسي. تمام، انا ما عنديش قطعة الشيبسي فقطعتها على ايديا، بس مقطعها رفيع جدا. ولازم نوع البطاطس، تمام، لازم نوع البطاطس يكون البطاطس اللي خاصة بالشيبسي. تمام، وخاصة البطاطس الحمراء. تمام، تروحوا اي سوق تقول لهم عايزين بطاطس شيبسي اللي هي الحمراء. تمام، انا مقطعاها وغسلاها كويس قوي من النشا. تمام، ومعايا تلج هنا. هاخد كذا مكعب تلج. تمام، هحط كده واحط عليهم ميه ساقعه جدا من التلاجة. حطيت 3 مكعبات تلج وهحط دلوقتي ميه ساقعه قوي من التلاجة. تمام، وهحط شويه خل كده حلوين، وهحط معلقه ملح كبيره، وهحط كمان التركية اللي معايا. هحط شويه بيكنج باودر، بس كده. دي كل الحاجات اللي هحطها على البطاطس، وهدوب كده وهسيبها في المحلول ده نص ساعة، نص ساعة بس. تمام، هركنها كده على جنب نص ساعة. بتبقى مقرمشة كده وتحفة. شايفين رفيعة قد ايه؟ هعمل الكمية كلها وارجع لكم تاني. هنا قطعتها رفيع خالص كده. تمام، وحطيت لها 3 مكعبات تلج. وهحط لها برضو مية ساقعة، مية ساقعة جدا، وشوية ملح وشوية خل وشوية بيكنج باودر. تينا، ايه ده؟ ايه ده؟ معايا هنا البطاطس بعد مرور نص ساعة منقعتها في المية المتلجة والبيكنج باودر والملح والخل. ومعايا هنا مقلية زيت، مش غويط قوي ومش مسطح خالص، يعني يكون متوسط. تمام، هنزل بالبطاطس واحدة واحدة. تمام، لسه الزيت عايز يسخن شوية. شايفين بيطلع ازاي؟ وابتدى يبقى شيبسي. هحط الكمية، مش هسحم الطاسة، وهرجع لكم تاني. حطيت الكمية دي. تمام، ومعايا هنا طبق كبير وحط عليه مناديل
واول ما يبتدي الشيبسي يمسك نفسه هقلبه تمام شويه كده دقيقتين وهطلعه على طول. هنا الشيبسي الجميل بتاعي معايا خلص، وهسمعكم القرمشه بتاعته. وحطيت المقرمشات البطاطس اللي هي الصوابع رفيعه خالص، وهطلعها معاكم وهسمعكم صوت القرمشه. وهنحط عليها طعم كمان هيديها احلى طعم بطاطس شيبسي تاكلوها في البيت بنظافه من غير مواد حافظه تمام، ونكون مطمنين على اطفالنا هما بياكلوا الشيبسي. خلصت فيديو الشيبسي تمام، والمقرمشات دي تحفه بجد. هحط عليها الاول سبرينكل توابل للبطاطس تمام، بتديها طعم حلو جدا. تمام، تعالوا بقى اسمعكم صوت القرمشه. نبتدي بالشيبسي، ناخد واحده تاني، واحده تالته بقى للتاكيد. شيبسي يعني بجد تحفه. بصوا بقى المقرمشات دي بجد تحفه، جربوها سناكس في البيت ضامنين نظافتها ما فيهاش مواد حافظه، بجد تحفه تحفه تحفه. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.